راسهم. وبيني وبينك الرجوله صعيبه باش تكون راجل، غير خصك تخلص بزاف. دابا غير شوف معايا ان سامبو عنده طوموبيل دايرها ليه النادي، وعنده دار اكيد النادي مساهم فيها وموفرها ليه، وعنده صالير كبير بالملايين، وتيلعب الكره في نادي الوداد الرياضي وانت لا. يعني حيت كتشوف سامبو تيجري في الملعب، طريقه الكونترول ديالو، كيف كيشد لابال، كيفاش كيحاول يتحكم فيها، كيفاش كيمشي يحاول، كيفاش كيضرب براسو. واحد اللقطه في الشوط الاول غتشوفوا التصويره ديالها دابا، تتقول هذا كيفاش كيلعب الكره. راه الدنيا سبحان الله ارزاق، كاين اللي كيرزق الله سبحان الله، رغم انه ما تيقدم حتى شي اضافه، رغم انه كسول الى ان تعطيه الله، بحاله بحال هذا الصامبو هذا. وعلى غرار اللاعبين الاخرين، كيفاش واحد بحال جبران كيكون قائد للوداد الرياضي. الوداد الرياضي الفريق المرجعي التاريخي، تلينا بان جبران بشخصيته الضعيفه، جبران تكلمت عليه شحال من مره انه لاعب ملي تكون الدنيا مزيانه جبران يعطيك، ولكن ملي كتكون الدنيا غير متعثره شويه جبران ضعيف بزاف. اضافه لهذا انت عطيه الشرويط، عطيه القائد، فاكيد انك النتيجه غادي تكون بحال هكا. تخيلوا ان الوداد الرياضي حقق رقم سلبي اعتقد انه ما كاينش فرقه في العالم عبر التاريخ دارته، وهو انه ضيع 7 ديال ضربات جزاء متتاليه. اليوم المباراه اليوم تجمعوا فيها جميع الكوارث اللي تخلينا نقولوا بانها من اسوء المباريات عبر التاريخ في كره القدم ربما. لا الفريقين بجوج حتى واحد فيهم ما جاش، وهذا اللي كيغير اكثر ان تطوان تقريبا ولا محاوله على المرمى تقريبا ما كانتش حاضره، ومع ذلك الوداد ما قدروش يخلقوا الفرص، ما قدروش يسجلوا. حيت يكون عندك واحد ونجم بوهره صامبو هو الهجوم ديالك، اشنو كتسنى؟ ومن تحتهم حيمود، شنو كتسنى؟ شنو هما الاضافه اللي كتسنى نتايا باش تقدر انك تربح مباراه بحال هذه؟ الوداد الرياضي صراحه يغرق، انا كتبتها في الانستغرام عندي، يغرق الوداد تيغرق. الوداد واللي تيغرقوه ماشي المدرب، الاداره ديالو بطبيعه الحال سعيد نصري اللي خلى هادشي كامل، هاد الكارثه هادي، ولكن اللي كيغرقوا دابا بيديهم هما اللاعبين. لانه نتايا لقيت اللي كتكون كما كنقولوا ماشي في الحاله ديالك البدنيه والذهنيه وما تيكبوش معك الريزولطا، حيت يجوك الفرص تستغلهم. الفرصه اللي جات لصامبو في بدايه المباراه بالراس خصو غير يعاود يوجهها بسهوله، ممكن يسجل منها. ضربه الجزاء اللي تارها بهذيك الطريقه جبران وضيعها، فالاكيد انك اذا كتضيع النقط بهذه الطريقه فالفرقه انت كتزيد كتضغط عليها. الفوز ديما ربما كان غادي يخرج الوداد من واحد الضغط ويخليه في هذه الفتره ديال التوقف الدولي يمشيو يديروا الجمعه العامه وتصالحوا اللعابه مع بعضياتهم ونجمعوا مفهوم العائله مره اخرى، ونوجدوا الوداد اللي ما بعد فتره التوقف الدولي اللي هي اهم بكثير. في حين اليوم كما قلت لكم مباراه تجمعوا فيها جميع الكوارث، لا تطوان مزيانه، لا الوداد مزيان، ولا التحكيم مزيان. لانه نعياو ما نهضروا في النهايه المغرب الا بغى يتقدم في الكره فاكيد خصو يراهن على التحكيم، والتحكيم المغربي من اضعف يعني المنظومات التحكيميه في ربما في افريقيا كلها. يعني مثلا بكاري قاسام اللي نظلموا فيه في دوله اللي هي غامبيا غير معروفه كرويا، عندهم حكم ثقيل بكاري قاسام. جنوب افريقيا عندهم غوميز، حيت كتمشي مثلا يعني كتمشي لمصر نفس غتلقى قريشه، ولا غتلقى مثلا في الجزائر عندهم غربال، غتلقى غير في موريتانيا عندهم حكم متميز ما بقاتش على سميتو. في المغرب افضل حكم بالنسبه يعني اللي معروف في الساحه الافريقيه رضوان جيد، تخيلوا معايا رضوان جيد افضل حكم. فكتشوف البؤس ديال المنظومه التحكيميه اليوم، لقطه بحال هذه واضحه وضوح الشمس في نهار جميل ما تيحسبهاش الحكم، ما تيحسبهاش. شنو السبب اللي ما تيحسبهاش؟ لدرجه ان الناس ديال تطوان تفاجئوا انه الحكم ما حسبش ضربه الجزاء. ولهذا العوامل كلها تجمعوا اليوم باش يعطونا مباراه بهذا الشكل هذا بائسه جدا يعني. وللاسف تلاقات مع مباراه ليفربول وارسنال اللي احنا تفرجنا في الوداد، انت تضيع ماتش كبير فيه الكره من اجل فرقه كتعشقها وكتبغيها، لكن كتندم في الاخر لانك ما كتشوف لا كره، ما كتشوفش الرجوليه، ما كتشوفش القتاليه، وكتشوف واحد تيجر عليك رجليه كيشد المنايه. وفي النهايه هاد اللعابه هادو كينساو بان الوداد او اي فريق في كره القدم راه تيدور النتائج هي اللي كتدور الفلوس فيه. الا ما كانوش النتائج باش غتخلصوا نتوما؟ باش غتخلصوا؟ غتمشيو ليتيج غتغرقوا هاد الفرقه اكثر. اذا كانوا النتائج نتوما غتحركوا غتخلصوا الفرقه غادي تحرك غتمشي العجله كما كنقولوا. ولكن انتم كديروا هذا الاذى وكتجروا في رجليكم فين غيجيكم الفلوس؟ هذا هو المعضله ديال كره القدم المغربيه، ما فيهاش الجمهور. بلقشوا داكشي اللي كان خاص الكره المغربيه زادوا، زاد ردها اكثر بؤسا، زاد ما خلى فيها ما خلى فيها حتى حاجه. زايد حاجه اخرى هو انه الكره المغربيه كما قلت لكم يعني لا جمهور، ها هو ممنوع الجمهور مرة أخرى، لا نقد تلفازي في المستوى، لا تحكيم في المستوى، لا تحليل في المستوى، لا لاعبين
في المستوى، لا إدارات تقنية في المستوى ولا إدارات في المستوى، كل شيء زرق. ولهذا المنظومة الكروية المغربية كتعطيك مباراة بحال الوداد وتطوان. الوداد اللي المفروض أنه يعني أكثر تتويجا في المغرب، المفروض أنه يدير أداء على الأقل في الحالات الضعيفة ديالو خصو يكون أفضل من هذا الشيء بكثير. اليوم حنا أمام بصراحة، لأن الوداد اليوم بالنسبة ليا أنا نقدر نقسم الوداد لجوج ديال الأجزاء. جزء دفاعي نقدروا نقولوا بأنه تحسن كثيرا عن بنزرتي. علاش؟ لأن الهجوم وسط الميدان ولا كيضغط أكثر على المنافس، وهذا كيخلي أن الكرة كتعطل باش تجي للدفاع ديال الوداد، على عكس رمزي ديك الساعة كان كيستقبل اللعب، وهذا اللي كيخلي الوداد كتستقبل الأهداف، لأن الوداد إلا ضغطت على المستوى الدفاعي ديالهم ممكن تخرجهم أكوتي. هذه الحاجة الأولى. على المستوى الهجومي ما عندكش الأفراد اللي يخلقوا الفرض، يعني بوهرة ولا فرصة تقريبا في هذه المباراة. أناجم أيضا نفس الطريقة. أنا ما تنفهمش أناجم كيفاش لاعب محترف، كيفاش كنفهم أنا أناجم كيفاش لاعب تيتفرج في الكرة وكيتفرج في الناس وخدمته هي الكرة، خدمته هي الكرة. نورمالمون خصك تمشي تطور راسك. تيدير تقريبا نفس العرضيات بنفس الطريقة، كيكون عنده إمكانية أنه يراوغ ما تيراوغش، تيدير نفس الطريقة نفس العرضيات. ما كاينش نتيجة. تحس بأنك فرقة هي الوداد هي فرقة كبيرة، فرقة مغربية كبيرة، ولكن اللعابة اللي فيها اللعابة ديال هاويين. تقدر إلا خرجتي مثلا التيرانات ديال الأحياء تشوف كرة نقية أكثر من الكرة اللي تلعبت اليوم بين تطوان والوداد، وكتشوف شنو السبب اللي يخلي الكرة اللي كتمشي كتفرج في الحي ديالك ولا اللي كتلعبها انت مع صحابك كتلقى بعض اللعابه واعرين، دراري صغار، دراري مزيانين، وكتقارنها مع الكره اللي كتفرج فيها في التلفازه، بالنقل، بالفلوس، بالتحضير البدني، بالمعد البدني، بالمدرب، بالتكتيك وما عرف شنو. في النهايه واحد المستوى رديء جدا. اليوم الوداد الحمد لله انه كاين توقف دوري، والا كنا غنستمروا في نزيف النقط. انا بالنسبه لي البطوله انتهت بالنسبه للوداد. اللي بقى للوداد هو انه الا بغى يدير شي حاجه، وهو انه على الاقل ينافس على مقعد لدوري ابطال افريقيا. هذا هو التحدي بالنسبه لي. انا ما بغيتش نفقد الوداد في دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي، لانه هاد دوري ابطال افريقيا كتعطيك عائدات ماليه، كتعطيك شهره، وتتخليك كما كنقولوا في الواجهه. ممكن تغير الاحوال ويولي الوداد افضل، تلقى راسو في افريقيا ماشي بحال لقى راسو خارج من افريقيا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، المنافسين ديالك هذا العام تقواو اكثر. يعني الجيش ما كيخسرش، هاد التطوان هذه ضربها الجيش 3-0، ونفس الرجاء هي غدو كتنتصر. اذا الامور صعيبه بالنسبه للوداد. بالنسبه لي التحدي هو المركز المؤهل لدوري ابطال افريقيا، ونديروا الجموع العامه ونقيو شويه هذا النادي. في النهايه هذا هو الراي ديالي، ما يهم الراي ديالكم. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.